اتشرفت مصر بصناعة كسوة الكعبة المشرفة لمدة 1350 عام، وده حصل بعد ما اجتاح أرض الحجاز قحط شديد. والعام اللي حصل فيه القحط ده عرف بعام الرمادة. الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب ملقاش قدامه حل غير انه يستعين بمدد من مصر والوالي بتاعها لصناعة كسوة الكعبة وإرسالها للمملكة العربية السعودية. وكانت مصر في الوقت ده في أزهى عصورها في صناعة النسيج لمهارة صناعها وجودة النسيج المصري، حتى إن النسيج المصنوع في مصر كان بيصدر للخارج. خرجت كسوة الكعبة من محافظة الفيوم، وفضلت بقى الكسوة بتتنقل بعد كده من مراكز النسيج الكبرى من الإسكندرية ودمياط. وكانت بتصنع الكسوة على حساب الملك الشخصي. استقرت أخيرا بقى بدار صناعة الكسوة الشريفة بشارع الخرنفش. والخرنفش هو حي عريق بيقع عند التقاء شارع السوريين وميدان باب الشعرية. ولحد النهاردة الدار قائمة وبتحتفظ بآخر كسوة صنعت للكعبة داخلها، وده كان في عهد الوالي محمد علي. وظلت تصنع الكسوة حتى عام 1962، حتى أنشأت المملكة العربية السعودية دار لصناعة الكسوة الشريفة. كان العمل على صناعة الكسوة بيبدأ بعد عيد الفطر المبارك مباشرة من كل عام بيوم أو 3 على الأكثر. وكانت الكسوة بتصنع من الديباج الغليظ وبتزين بالآيات القرآنية المشغولة بالذهب. وكان بيجرى العمل على قدم وساق، وكانت بتخرج في موكب مهيب مع كافلة الحجيج الكبرى، وكان بيتقدمها أمير الحج فيما يعرف بموكب المحمل. كانت الكسوة بتتعمل من الفضة والذهب الخالص، وكانت بتتعمل مرتين في السنة، وده لأنها بتتغير مرتين في السنة، مرة في موسم الحج ومرة على موسم شعبان. ومن أجمل العبارات بقى اللي اتقالت عن مصر بخصوص كسوة الكعبة على لسان الشيخ محمد العريفي هي: كم لمصر وأهلها من فضائل ومزايا، وكم لها من تاريخ في الإسلام وخفايا، منذ أن وطأتها أقدام الأنبياء الطاهرين، ومشت عليها أقدام المرسلين المكرمين والصحابة المجاهدين. إذا ذكرت المصريين ذكرت الكعبة والبيت الحرام. فإن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عامله في مصر أن يصنع كسوة للكعبة المشرفة، فصنعت الكسوة من عهد عمر رضي الله عنه. وظلت كسوة الكعبة بتصنع في مصر سنة تلو سنة، حتى مرت أكثر من 1000 سنة. وكسوة الكعبة بترسل من مصر لمكة. إذا ذكرت المصريين ذكرت الحجاج والمعتمرين، فإن البعثة الطبية المصرية كانت في الحج لسنوات طويلة، وهي أبرز ما ينفع الحجاج في علاجهم، وهم يأتون من أقطار الدنيا لأجل أن يلتقوا بهذه البعثة المصرية.